درس النهاردة هو بارت 3 من موضوع إزاي أختار موسيقى مناسبة للبروجكت بتاعي. وحابة أقولك إن أنا براهنك أهو إن دي أول مرة تكون بتسمع فيها المعلومات اللي هتتقال في درس النهاردة. علشان كده ركز معايا وتعالى نشوف إيه المعلومات الخطيرة بتاعت النهاردة. وبما إن أنا قلت لك في البداية إن ده بارت 3 فمنطقيا جدا إن في بارت 1 وبارت 2، ودول فعليا نزلوا على القناة الوقت اللي فات. هتلاقيهم بيظهروا في الآي اللي بتظهر من فوق، تقدر ترجع لهم وتستفيد منهم. وده مش رأيي، لكن ده الرأي اللي انتوا شاركتوني بيه وقت ما الفيديوهات دي نزلت على القناة. وتعالوا نشوف مع بعض إيه أول حاجة معانا النهاردة. وأول حاجة معانا هي انسترومنت، وده اختياري للآلة الموسيقية اللي أنا عايزة الموسيقى بتاعتي تكون بتتعزف بيها. يعني مثلا أنا عايزة الموسيقى بتاعتي تكون بتتعزف بالكمانجة، عايزاها بالبيانو، فهكذا ده بيمكنني إن أنا أختار الآلة الموسيقية بتاعتي للمقطع الموسيقي اللي أنا عايزاه. تعالوا نطبق من خلال الويب سايت اللي احنا بنطبق عليه. وعندي مثلا اهو اختيار انسترومنت، هلاقي مديني البيانو، مديني آلات موسيقية كتير. بمجرد ما هعمل عليها التشيك مارك هيطلع لي كل الموسيقى اللي بتتعزف بالآلة اللي أنا اخترتها. ودي المعلومة الأولى، ومش دي المعلومة اللي أنا راهنتك عليها، لكن ركز في الباقي وهتعرف قصدي إيه. وتعالوا نشوف تاني حاجة معانا النهاردة. تاني حاجة معانا النهاردة اسمها فوكالز، وهي دي عبارة عن المقاطع الغنائية اللي بتبقى موجودة في الموسيقى بتاعتي. طيب تعالوا نطبق مع بعض بشكل عملي ونعرف فوكالز دي بيندرج تحتها كذا اختيار، ناخد كل اختيار منهم بشكل تفصيلي وكمان بشكل عملي. فلو جينا هنا اهو عندي أول اختيار اسمه نو فوكالز، ودي الموسيقى العادية اللي هي ما فيهاش أي صوت غناء ولا فيها أي حاجة خالص، هي موسيقى بيور من أي حاجة. ده ما بيتوقفش على الآلة اللي أنا مختارها، لكن أي آلة أو أي موسيقى في منها نو فوكالز يعني ما فيهاش أي مقطع غنائي خالص، وده عارفينه. فتعالوا نشوف بقى الاختيار التاني. وتاني اختيار عندي اسمه باك جراوند فوكالز، وده بيبقى عبارة عن إيه؟ مقطع غنائي بصوت خفيف موجود في خلفية الموسيقى بتاعتي. وده دوره إن هو بيدعم المقطع الموسيقي، لكن هو ولا المحوري ولا الأساسي في المقطع بتاعي، لكن هو بيدعمه أو بيجمل منه. تعالوا نشوف مثال عملي على ده. لو جيت عملت سيلكت عليه وجيت مثلا سمعت أول حاجة، زي ما انتوا سامعين هو بيدعم، هو مش الأساسي بتاعي لكن هو بيدعم الموسيقى بتاعتي. زي ما انتوا سمعتوا السقفات أو صوت المجموعة اللي بتؤدي الغناء ده، فهو ده الباك جراوند فوكالز. وتعالوا نشوف الاختيار اللي بعد كده. عندي الاختيار اللي بعد كده هو الفيميل فوكالز. لو جيت شلت التشيك مارك من هنا وعملت السلكت، لأن هو ممكن يعمل التشيك مارك على أكتر من حاجة، فأنا عايزة أشوف حاجة حاجة دلوقتي، واخترت الفيميل فوكالز، وهو ده عبارة عن صوت غناء بأداء أنثوي، يعني بصوت بنت بمعنى أصح. لو جيت مثلا اخترت ده، زي ما انتوا سمعتوا هو مقطع غنائي لكن بصوت بنت، فده عرفناه. تعالوا بقى نشوف الاختيار اللي بعد كده. عندي الليد فوكالز. الليد فوكالز ده عبارة عن إيه؟ هو ده مقطع غنائي، هو ده بيكون مميز وواضح جدا ومحوري في المقطع الموسيقي بتاعي. تعالوا نجرب مع بعض. أهو هعمل سيلكت عليه، زي ما انتوا سامعين. ممكن كمان نجرب هنا.
انتوا كمان. تالت واحدة دي أو اللي هي التانية يعني، هي دي بتوريني أكتر أو بتطبق لي أكتر، هي الفكرة بتاع الليد فوكالز، وهي إنه في مجموعة ماشية مع الموسيقى اللي بتتعزف بصوتها، فده بيكون أساسي أهو زي ما انتوا شايفين ومميز جدا، باين طبعا في كلهم بس دي أكتر واحدة يعني باين فيها أكتر. فتعالوا نشوف الاختيار اللي بعد كده. عندي بعد كده الفوكال سامبل، ودي بتبقى عبارة عن مقطع غنائي قصير جدا، لكن هي بتمثل أو بتشارك في الإيقاع أو اللحن بتاعي، يعني هي جزء من الإيقاع أو اللحن بمعنى أصح، لكن هي بتبقى عبارة عن أجزاء صغيرة. تعالوا نطبق مع بعض. لو جيت مثلا شفت أول واحدة، زي ما انتوا سمعتوا كده هي صوت السقفة هي جزء من اللحن بتاع الموسيقى بتاعي وجزء من الإيقاع، لكن هي مش بطول الموسيقى، لكن في أجزاء معينة وهي بيبقى عبارة عن مقطع الغنائي ده بيبقى قصير جدا. تعالوا نعرف بقى الاختيار اللي بعد كده. الاختيار اللي بعد كده اللي هو الميل فوكالز، وهو صوت غنائي بصوت ذكري يعني بصوت ولد. تمام، لو عملت سيلكت كده وتعالوا نشوف ونجرب مع بعض. ممكن نجرب في دي. اهو سامعين دي فيها مميز اكتر. زي ما انتوا سامعين هو فيها صوت غنائي بشكل يعني او بأداء اولاد بمعنى اصح، فهي دي. تمام، تعالوا نشوف بقى الاختيار الاخير اللي هو instrumental included، ودي بتبقى عبارة عن ايه؟ هي دي بتبقى عبارة عن مقطع غنائي بيبقى موجود في الموسيقى بتاعتي، لكن الموسيقى دي بشكل مختلف. يعني إيه؟ الموسيقى دي فيها أجزاء هي بتتعاد، هي نسخة من بعض بتتعاد، فالمقطع الموسيقي ده بيبقى موجود في جزء وبيتعاد بنفس الطريقة بس مش موجود فيه المقطع الغنائي ده. يعني إيه برضه أبسطها لك؟ عندي الموسيقى بيتعاد فيها المقطع ده كذا مرة أو بيتعاد على مرتين. تمام، فالمقطع ده أو الجزء ده بيتعاد على مرتين، مرة بيبقى فيها الجزء الغنائي ده والمرة التانية لأ، وهكذا. بعد كده بتتعاد مثلا مرة تاني، مرة فيها ومرة لأ، فبيمشي بالنهج ده. تعالوا نجرب. هل أنا اخترته؟ أيوة، بس نشيل الميل فوكالز ونجرب مع بعض.
زي ما انتوا سمعتوا كده المقطع الأولاني أو المقطع التاني هو نسخة من المقطع الأولاني. يعني مثلا الجزء ده عندي اللي هو الجزء التاني اللي كان فيه سقفة هو نسخة من المقطع الأولاني، بس ظهرت معايا بعد كده السقفة دي وهترجع تختفي تاني ويبدأ يتعرض نفس المقطع بس من غير السقفة، وهكذا يبقى مقطع هما كلهم نسخ من بعض، مقطع فيه السقفة ومقطع لأ، ومقطع فيه سقفة ومقطع لأ، فهو هكذا. ومش بس السقفة، لكن عادي جدًا ممكن لو بصوته بيعمل حاجة بعيدًا عن السقفة. فهو زي ما فهمتك إن هو ده بيبقى عبارة عن جزء وجزء لأ. وده كان تاني حاجة معانا. تعالوا نعرف بقى تالت حاجة معانا إيه. تالت حاجة معانا اسمها الديكات، ودي عبارة عن العقد أو ال10 سنوات. يعني إيه؟ في كل فترة زمنية ليها طابع موسيقي معين ومختلف عن الطابع اللي قبله واللي بعده. فالاختيار ده بيمكنني إن أنا أختار العقد ده يبقى بينتمي لإيه، أو الموسيقى بتاعتي تبقى بتنتمي لأنهي عقد. فتعالوا نطبق بشكل عملي وتفهموني أكتر. دلوقتي هو عندي الديكيت عندي في وقت الألفينات، فطبعا كان ليها طابع موسيقي معين. وبعد كده عندي في الثمانينات والتسعينات، وعندي الستينات والسبعينات، وعندي كمان في الخمسينات والأقل، يعني الأقل أو اللي قبل كمان الخمسينات. فالاختيار ده بيخليني أختار، مش بختار كده عشوائي، أنا ببقى عارفة التميز أو الطابع بتاع الموسيقى في وقت مثلا الخمسينات، فبروح أختارها لو أنا عايزة موسيقى بالطابع ده. فده برضو بيمكنني، واختيار بيخليني أختار بشكل احترافي أكتر. تعالوا بقى نشوف الحاجة الأخيرة واللي أراهنك برضو إنك أنت ما تعرفهاش. آخر حاجة معانا هي البروبرتيز، والبروبرتيز دي بيندرج تحتيها اختيارين بيدهم لي الموقع ده. فتعالوا نشوف إيه هما ويا ريت نركز فيهم كويس قوي. عندي أول حاجة هي اللوب. ويعني إيه اللوب؟ هو مقطع موسيقي يعني بيبقى بشكل معين بيخلي إن هو يفضل مستمر وبيتكرر بطريقة سلسة. وده فايدته إيه؟ فايدته إن هو بيستخدم في وقت الألعاب أو الفيديوهات اللي هي غير محددة بزمن. يعني إيه؟ عندي فيديوهات طويلة، أو عندي مثلا حد بيشرح عن لعبة أو أي حاجة، أو مثلا عندي لعبة، ففي ألعاب بتبقى مثلا على الموبايل أو ألعاب بشكل عام بيبقى فيها موسيقى أو صوت موسيقى. فبتبدأ الموسيقى دي اللي بتتحط أو بتبقى يعني بالشكل ده أو للحاجة دي أو فكرة الألعاب يعني أو الفيديوهات بتكون عبارة عن مقطع موسيقي هو سلس إن هو يبدأ يتعاد معايا ويفضل بشكل اللوب ده، على أساس إن هو يتكرر بشكل سلس ومن غير ما تحس إن هو أساسا بيتكرر. وده بيفضل في الحاجات اللي هي ملهاش مدة زمنية محددة. يعني مثلا أنا بلعب لعبة، تمام، فأنا مش عارفة هقع في البيت الكام أو في الليفل الكام أو كل الحاجات دي، فهي بتفضل لوب كده ومستمرة معايا على طول اللعبة، وبالتالي بتفضل شغالة يعني بشكل سلس من غير ما أحس إن هي بتقف وتشتغل تاني أو إن هي بتتكرر. فهو ده اختيار اللوب. وتعالوا نعرف بعد كده الاختيار التاني وهو الإكسكلودز BRO. ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني ايه اصلا BRO؟ ودي اختصار لايه؟ هي اختصار Performing Rights Organization، ودي عبارة عن منظمة لحقوق الأداء. يعني ايه؟ خلينا نشيل الاكسكلودز الكلمة الأولى ونمسك في BRO أو Performing Rights Organization. هي عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك هي أداة بتحمي الأداء. تعالوا نشوف برضو ازاي. أنا دلوقتي واحدة مثلا فنانة بألف موسيقى أو بعمل مقاطع موسيقية، فأنا خلصت مقطع معين بروح للمنظمة أو اللي هي بتحفظ حقوق الأداء وبديها المقطع الموسيقي بتاعي. هنا بيجي دورها إن هي تعمل 3 حاجات. أول حاجة بترخص الموسيقى دي، بتفرض عليها تراخيص معينة وطبعا ده بيبقى بتكاليف. تاني حاجة، لو أنت مثلا كحد عايز يستخدم الموسيقى بتاعتي بتبدأ هي تاخد منك الرسوم دي أو التكلفة دي. وتالت حاجة بقى إن هي بتيجي تديني الفلوس دي، وطبعا بيكون ليها نسبة. طبعا مش هنتدخل في الخصوصيات دي، لكن أكيد بيكون ليها نسبة. طيب، يبقى هي بتبقى عبارة عن كأنها وسيط ما بيني أنا كفنان أو حد بيعمل مقاطع موسيقية وما بين أنت كحد عايز يستخدم الموسيقى بتاعتي. فبتتعامل معك كأن أنا حد مشغول
وبجيب كسكرتارية أو كمدير أعمال ليا، فهل هو بياخد الفلوس دي يعني بمجرد ما هو بيتواصل مع الكلاينت بياخد الفلوس اللي بياخدها مثلا من الكلاينت ده ويحطها في جيبه، ولا بيرجع لي أنا وطبعا بيبقى ليه نسبته أو المرتب بتاعه؟ فهو هكذا هي بتبقى وسيط ما بين حضرتك اللي هو اللي عايز تستخدم الموسيقى وما بيني أنا اللي صاحب الحاجة دي، وبتتعامل ما بيننا إحنا الاتنين، لا أنت ليك علاقة بيا ولا أنا ليه علاقة بيك غير بالوسطية أو الشخص المشترك ما بيننا، وهي Performing Rights Organization، وهي دي المنظمة اللي بتحفظ حقوق الأداء. طيب تعالى بعد كده هتسألني طيب الإكسكلودز BRO اللي هو الاختيار ده باختاره ليه؟ ده بيخليني إن أنا أقول للموقع اللي هو انفوتو لو سمحت أنا مش عايزة الحاجات اللي هي مسجلة تبع BRO. طيب ليه ما دام أنا دافعة للموقع ده الاشتراك بتاعه؟ لأن أوقات BRO أو المنظمات دي بتفرض عليا رسوم تانية أزيد، فبالتالي أنا مش بس ببقى دافعة الاشتراك بتاعي لكن بيبقى عليا مصاريف تانية أزيد، فإحنا بنتجنب حاجة زي كده وعلشان أكون بستخدمها براحتي. طيب لو أنا مثلا عندي موقع زي كده وأنا دفعت له الاشتراك، هل مش معناها إن أنا كده هعرف أستخدم براحتي مادام إن أنا اخترت بره BRO؟ هقول لك لأ، لأنه أنت بمجرد ما بتدفع الاشتراك أي ميوزك أنت بتنزلها بيديلك اللايسن بتاعتها. فلو أنا مثلا زي دلوقتي كده فأنا بشرح لك أو بعرض لك نماذج عملية لكل اختيار منهم بموسيقى من الموقع ده، فلو جيت رفعت بعد كده الفيديو بتاعي على اليوتيوب فبيقول لي بأمانة إن هو مثلا ده ممنوع علشان حقوق الملكية بتاعته، فالموقع ده بيبقى مديني اللايسنس أو الترخيص بتاعه، فببدأ أرفع له أقول له لا صدقني أنا دافعة فيه الفلوس ومشترية الموسيقى دي، فبيبدأ يعديني كأن بالظبط معدية لجنة بيشوفوا الرخص بتاعتي، فمعايا الرخص وسليمة وتمام بعدي. فهو هكذا. طيب هيجي طبعا سؤال في دماغك دلوقتي تقولي طب ايه الفرق ما بين الكوبي رايتنج وما بين BRO؟ الكوبي رايتنج دي حقوق التأليف والنشر، لكن BRO هي حقوق الأداء. وايه الفرق ما بين الاتنين؟ حقوق النشر هي بتحفظ للناشر نفسه حقه، بأنه هو يقدر يديني الحق في ايه؟ ان هو يديني حق ان انا اخد نسخة او ان انا اعمل حاجة مشتقة منها، والنسخة دي بتبقى عبارة عن استمتاع شخصي، يعني إن أنا هستمتع بيها أنا شخصيا. لو بدأت إن أنا أعرضها فبالتالي زي ما قلت لك ببقى دافعة فلوس وبيبقى معايا اللايسنس دي، بقدر أقول له إن أنا معايا أو متخطية حقوق الملكية بإن أنا اشتريت الحاجة دي. لكن BRO هي حاجة على أوسع شوية، هي بتحمي الأداء نفسه إن هو يكون أداء علني. بمعنى إيه؟ إن الموسيقى دي ما تتعرضش في مكان عام زي الراديو أو التلفزيون، ولو اتعرضت على الراديو أو التلفزيون فكده ده أداء علني وبتفرض عليه رسوم أعلى شوية في إن هو يكون بيستخدمها علشان تحفظ حقوق الأداء. وده كان الفرق ما بين الكوبي رايتنج والBRO، والفرق إن أنا إزاي أختار الاختيار ده أو لأ. وبس كده، ده كان درسنا باختصار، أتمنى تكون استفدت. شاركني برأيك في الكومنتات وقولي هل أول مرة تسمع المعلومات دي ولا لأ، وسواء أول مرة تسمعها أو سمعتها قبل كده قولي هل هي كانت مفيدة بالنسبة لك، وشاركني كمان تحب نتكلم عن إيه الوقت الجاي. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت أول مرة تشوف لي فيديو، وفعل زرار الجرس علشان كل سبت وتلات الساعة 10 مساء يوصلك نوتيفيكيشن إن في درس جديد نزل على القناة.